السلام عليكم. لو انت دخلت على الفيديو فغالبا انت مخلص ثانويه عامه دلوقتي، وسواء كان مجموعك حلو او وحش فانا جمعت لك اغلب الطرق الممكنه ليك انك تسافر امريكا بشكل قانوني، سواء كان هجره او دراسه او غيره. وكمان حاولت على قد ما اقدر ان انا اقول لك التكاليف تقريبا لكل حاجه. فخليك مع الفيديو واعمل لايك وشير سبسكرايب، ويلا بينا نخش في المهم على طول. اول طريقه هتكلم عنها وهي الهجره العشوائيه. الهجره العشوائيه لو انت متعرفش ايه هي، فهي عباره عن قرعه بتتعمل كل سنه تقريبا. المفروض انك بتقدم ببلاش تماما. وانا على فكره عملت فيديوهات كتير جدا عن الموضوع وكمان عملت فيديو كامل اصلا بتكلم فيه عن التكلفه الشامله لما تقدم لغايه ما تسافر ان شاء الله. فهتلاقي الفيديو في الوصف كمان. بس الفكره بشكل مبسط انك بتقدم في شهر 10، النتيجه في شهر 5. نسبه فوزك قليله جدا، ولكن مع ذلك لو كسبت وسافرت بتاخد هنا حاجه اسمها جرين كارد، بعد كده تاخد الجنسيه فتبقى جاي تهاجر هنا وقاعد قانوني وتقعد براحتك. فدي برضو حاجه مميزه فيها، عشان كده هي صعبه جدا. وكمان السفر وكمان فرصتك فيها قليله جدا. وانا حطيتها في الفيديو النهارده. انت من شروطها انك يكون معاك شهاده الثانويه العامه، وتكون كمان مكمل 18 سنه. وده اعتقد متوفر في كل اللي دخل على الفيديو او دخل عشان يشوف الطرق اللي تخليه يسافر وهو لسه مخلص ثانويه عامه. وهي دي الطريقه اللي انا اصلا جيت بيها مع اسرتي، وكنت عامل سلسله كامله على القناه هتلاقيها في قوائم التشغيل اسمها قصه سفري. كانت 3 فيديوهات تقريبا اتكلمت فيهم بكل يعني باستفاضه وبتفاصيل ممله عن اللي حصل معانا بالظبط في موضوع الهجره العشوائيه فبقى برضه بص عليه كده. دي تكون الطريقه الاولى وهي طريقه الهجره العشوائيه، وزي ما قلت كل التفاصيل عنها وتكاليفها موجوده عندي على القناه في الفيديو اللي سيبك في الوصف باذن الله. كمان في السلسله قلت لكم القصه كامله، فعندك التكاليف عندك القصه، كل ده هتلاقيه في الوصف ان شاء الله الهجره العشوائيه. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن الطريقه التانيه وهي الطريقه الانسب ليك كطالب، ولكن الفكره ان تكاليفها اعلى شويه. وانا النهارده هذكر لك التكاليف تقريبا، ولكن دي تكاليف قبل ما تسافر، وكمان تكاليف الحاجات الثابته او الحاجات المعلومه عندنا، مش الحاجات مثلا زي مصاريف الجامعه. لان اكيد مصاريف الجامعه بتختلف من جامعه لجامعه، فانا دي مش هقدر اديك معلومه عنها. انت تبحث عن نفسك. لكن انا هديك التكلفه للحاجات اللي معروف ان هي تكلفتها كذا كذا، او في محيط كذا كذا. طريقه فيزا الاف 1، ودي غير الجي 1 عشان الجي 1 دي حاجه تانيه، بس انا هتكلم النهارده عن الاف 1. الاف 1 دي فيزا المفروض ان انت عشان تروح تدرس هناك في امريكا، سواء ثانوي او جامعه. احنا في حالتنا انت راح تدرس في جامعه، فبتحتاجها. اول خطوه في الموضوع ده كله، اول خطوه محتاج انك تعملها، هي انك اصلا تشوف جامعه تقدم عليها، او جامعه بتستقبل طلبه دوليين عن طريق برنامج الاس اي في بي. وده برنامج يعني الجامعه تكون مدرجه فيه، لان البرنامج هو البرنامج اللي بيراقب الجامعات اللي بتستقبل طلبه دوليين. تمام. فانت برضو بحثك برضو هتلاقي جامعات مدرجه في البرنامج وكمان اسعارها مناسبه ليك. ولكن ايا كان انت لقيت جامعه، ونصيحه اضافيه، مش شرط تكون جامعه بس على فكره، ان في حاجه اسمها الكوميونتي كولج، ودي حاجه ارخص شويه. اي نعم الجامعه افضل، لكن دي بتكون ارخص. وده اللي انا هعمله ان شاء الله، اللي هو ان انا هاخد سنتين في الكوميونتي كولج، اول سنتين، بعد كده اكمل الباقي في الجامعه. يعني طبعا الكوميونتي كولج ارخص شويه. فايا كان انت لقيت جامعه كوميونتي كولج، اي حاجه هتقدم فيها زي ما قلت تكون مدرجه في البرنامج اللي هو الاس اي في بي. تمام. بعدين بتقدم عليهم. وعلى فكره في بعض الجامعات بتاخد رسوم على التقديم، ولكن مش كلها. والرسوم بتبقى حوالي من 50 ل 70 دولار حاجه زي كده. ده انا بحسه لقيته، ولكن مش كل الجامعات كده. وكمان خلي بالك دي غير مصاريف الجامعه. مصاريف الجامعه دي حاجه تانية خالص، واغلب الجامعات اصلا بتاخدها لما تروح هناك، او بتدفع حاجه لما تروح. ولكن اغلب اللي انا لقيته ان هم بياخدوا المصاريف لما انت تروح اصلا امريكا هناك، مش بس وانت في مصر بتدفعها لما توصل هناك عندهم. وده مش عند كل الجامعات، ده عند الاغلب الجامعات اللي هم ما بياخدوش رسوم، ولو خدوا يبقى قليل خالص. وكمان مصاريف الجامعه غير رسوم التقديم. مصاريف الجامعه عند اغلب الجامعات بتبقى لما تروح هناك. بعد ما تقدم وتتقبل ان شاء الله، لازم تتقبل. انت ما اتقبلتش للاسف، كل الموضوع اللي انا هقوله او كل الخطوات اللي هقولها بعد كده مالهاش اي ستين لازمه. لو اتقبلت المفروض ان هم بيبعتوا لك حاجه اسمها الاي 20، سواء بقى بيبعتوها بي دي اف على الايميل او ايا كانت الطريقه اللي بيبعتوها بيها. بس المهم ان لو اتقبلت بيبعتوا لك حاجه اسمها الاي 20، دي بيكون فيها برضو بعض التفاصيل عن الدراسه. هتخلص دراستك امتى معاهم بعد ما تتقبل مع السفاره، لكن هم انت يعني انت دراستك من امتى لامتى وكده. ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه في الخطوات اللي هقولها. ويمكن من اهم الخطوات هي الاي 20 دي. وخد بالك انك لازم تكون مقدم قبل الدراسه ب 120 يوم، اللي هو حوالي 4 شهور تقريبا حاجه زي كده. في حاجه مهمه لازم اقولها، وهي موضوع الانجليزي. الانجليزي يا جماعه في الهجره العشوائيه مش بيحتاجوا اي حاجه او اي اثبات ليه، لان انت رايح تهاجر فهي تتعلم. لكن انت لو رحت تدرس لازم للاسف يكون معاك شهاده من التوفل او الايلتس. تمام. واسعارهم طبعا انا بحثت ولقيت ان سعر التوفل مثلا حوالي 14 او 13 الف جنيه. ولاحظت ان اغلب الجامعات بيحتاجوا التوفل. تمام. وفي احيانا الناس بيحتاجوا الاثنين التوفل والايلتس، لكن انا لاحظت ان الاغلب بيحتاجوا التوفل. والتوفل سعره حوالي 13000 جنيه و 14000 جنيه. ده لقيته متوسط السعر، يعني في ارخص بكده وفي اعلى من كده، لكن ده متوسط. وكل التكاليف اللي انا بقولها دي ان شاء الله هجمعها لك كلها في الاخر، ما تقلقش عشان ما تتوهش مني. بعد ما خلصنا كل حوارات الجامعه بالانجليزي وكل التقديم عليها والاي 20 والكلام ده كله، بندخل بعد كده في مرحله انك تملى استماره الدي اس 160 من على موقع السفاره الامريكيه. والاستماره دي يا جماعه لازم تملى فيها كل المعلومات
وكمان ما تكدبش في أي حاجة، وهتلاقي إن هم محتاجين معلومات كتيرة جدًا أنت تكتبها كلها بدون أي كدب، بدون أي إخفاء لأي حاجة. وبعد ما تملاها بينتقل لمرحلتين قبل المقابلة. المرحلتين هما إنك تدفع السيرفيس أو SEVIS اللي هو السيرفيس. دي حاجة علاقة بالطالب الدولي، سعرها تقريبًا حوالي $350، وهاجمع لك كل ده في الآخر زي ما قُلت. كمان بتدفع تمن الفيزا اللي هو $185، تمن الفيزا اللي هي الF1. وخدوا بالكم موضوع السيرفيس ده يا جماعة اللي هو $350 للJ1 ب220، لكن الF1 ب350 زي ما قُلت. فإحنا قُلنا زي ما إحنا F1. هاجمع لك زي ما قُلت كل التكاليف دي في الآخر عشان ما تتوهش مني. بعد كده بتنتقل لمرحلة حجز المقابلة في السفارة. وطبعًا أنا مش هاقول لك إيه اللي بيسهل جوّه المقابلة، لإن أنا بصراحة ما رُحتش قبل كده مقابلة ليها علاقة بالF1، بس رُحت للهجرة العشوائية، بس ما أعرفش الF1 بصراحة بيسألوا إيه. بعد ما بتتقبل إن شاء الله في المقابلة، أو بعد ما تتسأل وتمام الدنيا تمام وتاخد الفيزا بتاعتك، كده أنت عندك إنك تسافر بس خلاص. أكيد طبعًا في مستندات بتحتاجها قبل المقابلة. المستندات دي هاسيبها لك كلها في لينك تحت في الوصف، هاسيب لك لينك فيه كل المستندات المطلوبة، لإن أنا بصراحة مش هاعرف أقولها، أنا مش هاعرف أحفظها، لإن هي كذا حاجة، منهم طبعًا كشف حساب في البنك والكلام ده كله. كل ده هتلاقيه موجود في ملف في الوصف كاتبه لك، وباخش شوفه عشان تعرف قبل المقابلة. بعد ما تدفع السيفيز وتدفع كمان تمن الفيزا اللي هو $185، بعد كده بقى هتخش في المقابلة. بس قبل ما تخش المقابلة أكيد محتاجة إنك يكون معاك ورق. فالورق دوّة أو المستندات المطلوبة منك هاسيبها لك إن شاء الله في لينك في الوصف. كده إحنا خلصنا كل الخطوات. عايزك بقى ترمي كل جملة قُلتها دي في الزبالة حرفيًا. زي ما قُلت لك عايزك ترمي كل اللي أنا قُلته في الزبالة، لغاية ما تسمع التكاليف تقريبية لكل حاجة غير مصاريفك في أمريكا ومصاريف الجامعة. تمام، كل حاجة غير مصاريفك في أمريكا ومصاريف الجامعة عشان بس تبقى واضح معاكم. تمام. وقتها وابقى حدد هل أنت هتكمّل في الموضوع والّا لأ. لو هتكمّل فارجع للكلام اللي أنا قُلته ورميته في الزبالة، إنك ترجع تشوفه تاني، تبحث عنه بقى أنت بنفسك، تشوف تفاصيل أكتر وأمَل، يعني مُمِل أكتر عن اللي أنا قُلته. فأنا عايزك تفضل معايا لغاية ما تسمع التكاليف بتاعته، عشان تعرف أنت مع الموضوع والّا خلاص أصلًا أنت حابب الموضوع. فارمي الكلام في الزبالة دلوقتي مؤقتًا، وهنرجع له لمّا نيجي نقول التكاليف إن شاء الله. طيب يا جماعة، دلوقتي أنا هاقول لكم التكاليف الكاملة لكل اللي أنا قُلته دوّة من غير مصاريفك في أمريكا، ومصاريفك اللي هي مصاريف الجامعة نفسها، اللي هي بتبقى غالية غالبًا، واللي أنا ما قُلتش سعر محدد ليها. فهي كتيرة، ممكن تبقى أصلًا ضِعف الكلام اللي أنا هاقوله دوّة. دي ابحث عنها أنت، شوف أنت الجامعة الأنسب ليك والأرخص ليك. لكن أنا هاتكلم عن المصاريف التانية اللي هي في مصر، عن الحاجات اللي أنا قُلت إنك هتعملها وتدفعها زي السير مثلًا، زي الفيزا نفسها، سعر الفيزا. فكل دوّة على بعضه أنا حسبته زائد تذكرة السفر أو متوسط سعر تذكرة السفر، بيتراوح من 80,000 ل120,000. ده بتذكرة السفر. لو متوسط السعر 30,000 مثلًا لتذكرة السفر. فقُلنا من 80 ل120,000 ده السعر بدون مصاريف الجامعة يا جماعة. مصاريف السنة في الجامعة دي، فاهمين قصدي باتكلم عن أنهي نقطة؟ تمام. فده كله حاجة تانية، ده كله لمّا تروح أمريكا دي حاجة تانية. أنا باتكلم عن المصاريف اللي هي المفروض إنها تكون تدفعها قبل ما تسافر. وكل دوّة من 80 ل120,000 دوّة زي ما قُلت خارج مصاريف الجامعة في السنة، خارج كمان عن كشف حساب في البنك، إن أنا ما قدرتش بصراحة أوصل لمعلومة محددة. الرقم المحدد اللي موجود في كشف الحساب ده بصراحة ما قدرتش أوصل لرقم محدد، عشان كده ما ذكرتوش في الحسبة. ولكن أنا قُلت لك الحسبة اللي هي من 80 ل120,000 ديّة خارجة عن مصاريف الجامعة السنوية، والرقم اللي المفروض يكون في كشف حساب البنك اللي أنت هتوريه للسفارة أو هتوريه لأيًا كان، هتوريه للسفارة أو للموقع أو أيًا كان. تمام. وطبعًا برضه خارج عن مصاريفك هنا في أمريكا. يبقى التكاليف من 80 ل120,000 خارج عن مصاريف الجامعة السنوية، الرقم اللي المفروض يكون موجود في كشف الحساب البنكي، وكمان مصاريفك هنا في أمريكا. أتمنى الموضوع يكون واضح، والأرقام دي طبعًا حاولت إن أنا أجمعها صح أو أحسبها صح. أتمنى برضه ما أكونش غلطت في حساب يعني في تحويل الدولار أو كده. لو في غلط أكيد قولوا لي في الكومنتس مثلًا في الحسبة معانا ممكن أعيد. لو عِدت الفيديو ولاحظت إن أنا غلطت في الحسبة معانا ممكن أقول لكم عليها إن شاء الله في الكومنت. لو ما لقيتش حاجة في التعليق مثبّت فاعرف إن أنا لغاية دلوقتي ما اكتشفتش أي غلط في الحسبة. ولكن إن شاء الله لو اكتشفت هاقول على طول في أول كومنت مثبّت تحت في التعليقات. ده كان الموضوع كله. والفكرة إن فيزا F1 المعالجة فيها سريعة، لإن هم مقدّرين إنك عايز تروح تدرس، فعايز تلحق الدراسة. فمثلًا مش هيستنوا مثلًا سنة، أو مش هيستنوا كتير أوي عشان يعني يشوفوا أو يعالجوا طلبك أو يعالجوا الفيزا بتاعتك أو يعالجوا التقديم بتاعك على الاستمارة دي اسمها 60. لأ، بيعالجوا أسرع بأسرع عشان هم عارفين إن أنت عايز تسافر عشان تدرس، فعايز تلحق الدراسة من أول السنة. بس المشكلة في فيزا F1 إنك لمّا تخلّص الدراسة بيتعين عليك إنك ترجع ليك 60 يوم بعد الرقم المكتوب في الI-20. لو فاكرين الI-20 اللي أخدناه بعد ما قدمنا في الجامعة واتقبلنا، بيكون مكتوب مدة معانا دي ترجع عند الوقت دوّة بعد ما تخلّص دراستك. ليك 60 يوم ترجع، عشان بعد كده لو قعدت هتبقى قاعد غير قانوني. طيب هل في طريقة إنك تخلّي بعد كده قعدتك قانونية؟ والله هو في 3 طرق، أغلبهم صعبين وأغلبهم معتمدين على حظك، على حاجات كتيرة طبعًا، لكن حاجات أغلبيتها مش في إيدك. بس في منها في إيدك.
مثلًا تتجوّز حد معاه الجنسية الأمريكية، فده بيدّيك بعد كده الإقامة أو الجنسية. كمان حاجة صعبة جدًا وهي إنك تستثمر تقريبًا حوالي نُص مليون دولار عشان بس تقعد تاخد green card هنا في أمريكا وتعيش عادي زي اللي هي هجرة عشوائية، ودي بصراحة حاجة مش منطقية خالص لأي حد بيتفرّج عليّا أعتقد. تالت طريقة وهي طريقة نسبتها قليلة لكن ساعات بتنفع مع الناس، وناس أنا أعرفهم شخصيًا هنا في الجامعة اللي عندنا في المدينة قالوا إن هي نفعت معاهم. هم دلوقتي يعني خلّصوا جامعة اسمها الH1B. دي ما أعرفش بصراحة هي فيزا والّا هي إيه بالضبط، بس اللي أنا فهمته إن هي زي تحويل حالة من الF1 للH1B، فبالتالي أنت تقدر تعيش هنا أو تشتغل هنا في أمريكا وتبقى معاك عقد عمل أو معاك إقامة قانونية، مش بس إنك جاي تدرس، لأ تقعد كمان في أمريكا. ولكن أعتقد إن اللي قال لي كده قال لي إنها النسبة قليلة جدًا في إنك تبقى تتقبل فيها، ولكن مع ذلك زي ما قُلت في فرصة وإن كانت قليلة في إنك بعد ما تخلّص دراستك في الF1 تعيش وتكمّل هنا كإقامة في أمريكا. كده أنا قُلت لك أشهر طريقتين إنّك تسافر أمريكا بعد ما خلصت ثانوية عامة أيًا كان مجموعك طالما نجحت معاك شهادة الثانوي كمّلت 18 سَنة. أتمنى أن أكون فدتك على قد ما أقدر، وزي ما قُلت لو لاحظت أي خطأ في الحسبة اللي أنا قُلتها أنا لاحظتها في نَفْسي هاكتبها في الcomment المثبت تحت في التعليق المثبت هتشوفوها إن شاء الله. زي ما قُلت بإذن الله هتلاقي في الوصف لينك فيديو تكاليف الهجرة العشوائية من البداية لغاية ما تسافر إن شاء الله، وكمان هتلاقي لينك سلسلة قصة سفري برضه تفاصيل عن الهجرة العشوائية أكتر، وقصتي مع السفر وإيه اللي حصل معانا عشان نسافر بهجرة عشوائية. وكمان هتلاقي لينك إن شاء الله فيه الحاجات اللي المفروض إنك محتاجها مستندات وحاجات محتاجها قبل ما تخش المقابلة بتاعة الF1. برضه أنا هاسيب لك لينك في الوصف تخش تشوف المكتوب وتشوف إيه اللي مطلوب منك تكون محضّره، كشف الحساب وغيره، تكون محضّره للمقابلة إن شاء الله في الF1. ده كل اللي ندوّرت عليه، وزي ما قُلت التكلفة اللي قُلتها خارجة عن 3 حاجات اللي هم مصاريف الجامعة في السنة ومصاريف في أمريكا وكمان كشف الحساب بيكون في قد إيه، إن أنا ما أعرفش الحقيقة ما لقيتش رقم محدد. وأتمنى يا رب لكل واحد التوفيق، واكتب سؤالك في الcomment لو حاسس إن في حاجة صعبة أو مش مفهومة، وهاحاول لو عندي إجابة عليه أجاوب عليه، ما عنديش إجابة هاقول لك ما عنديش إجابة. لو حابب تدعم القناة ماديًا هتلاقي في أول comment مثبت هتلاقي إن شاء الله لينك الانتساب للقناة $1 بس في الشهر. وكمان لو حابب تدعم القناة عن طريق السوبر ثانكس هتلاقي في الكومنتات برضه لو حابب تدعم القناة. ده كان فيديو النهارده، لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.